شاور بذانه وعرض مشروع اسمه السفر لكن ضميري، عرض حط صورة اهله وبكى وشماها طول، وعرض وقال للوطن تتوه ونرقابنا للوطن، وجدامنا هي كل له غير قاعه. وطن الوطن يعني العرض، والعرض يعني الوطن، واللي يبيع الوطن يعني يبيع العرض. وقال لي تحلم؟ قلت له ايه ابويا العراق. قال لي تحلم؟ قلت له ايه ابويا العراق. احلم بجنة جديدة تفيض بالحب بالتسامح نختصر بها الامانة والمسافات البعيدة، واحلم بليلك لباس وبالف ليلة وليلة ترجع شهرزادك تقرأ لعيونك قصيدة على صبرك، على جرحك، على شعبك، على شعب انغرق بالدم وما رضت تشوف المذلة لو وحيدة. وراح اسولف لك بعد عني الاريده وما اريده. انا اريد ليلك يلولي على عيون اليتامى يقلها نامي، وانا اريد مايك الطاهر يفيض وعلى كل شفة حزن يطبع سلامي، وما اريد دولة حرة افتقد بيها احترامي، وما اريد شعب مصر. قلت له ايه ابويا العراق، وراح اسولف لك بعد عني الاريده وما اريده. انا اريد ليلك يلولي على عيون اليتامى يقلها نامي، وانا اريد مايك الطاهر يفيض وعلى كل شفة حزن يطبع سلامي، وما اريد دولة حرة افتقد بها احترامي، وما اريد شعب نص من عنده شرطه ومنه نص حرامي. وهذا طبعي، وهات من نص بايع المون اهلي، احب كل حسين ما ذلل يزيد، واكره الفعل شمر واسمع لي. هذا طبعي، احب كل واحد يرخص ماي عينه، وهو كل صراع ظل يمشي على طوله وما تدلى وخيب ضمون السفينه. واحب كل من تنصلب قطره بجبينه، واكره المختومه جنسيته عراق وللغرب تلمد يمينه. وما اريد اي حكومه تعامل ابناء الشعب مثل العبيد، وبالمقابل ما اريد شعب ما يدري الشريد، شعب ويا الريح يفتر يود لحسين الرسايل، ومن يجي لحسين يركع ينحني بايع يزيد. وما اريد اي فرق بين المواطن والوزير، وما اريد اي مراجع بي درش وواقف بباب المدير، وما اريد اي سياسي يبيع عرضه من اجل الكراسي، بس اريد يكون راسي يشيل شعبه، ومن ناحية شعب على راسي يشيل راسي. ما اريد اي سياسي يبيع عرضه من اجل الكراسي، بس اريد ان يكون راسي يشيل شعبي، ومن ناحية شعبي على راسي يشيل راسي، ويكون الغيها الكراسي الجابت الشعب المآسي، وخلنا نعيش بلا كراسي. انا اريد من الجبل نبني العراق، ومن قطبور الشبايش نرفع الكرسي الرئاسي. وما اريد والامانة كثيرة طبعا، ما اريد فوضوية ولا تقاليد ومزاعم عنصرية وطائفية ومذهبية. ما اريد فوضوية ولا تقاليد ومزاعم عنصرية وطائفية ومذهبية. الوطن والدين واحد، خدمته واجب عليك وبالمقابل خدمته واجب علي. وما اريد بعد خوذة ولا نطاق زمزمية ولا تحية الضابط بخصرة كلبكة من يمر من شيل خشمه وانا ارفع ليديه. بس اريد من الحكومة هاي اذا تسمع حكومة تكتب بدستورها هاي الوصية: ايها الشعب العراقي
ايها الابن العراقي من تمر باي رصيف وتلقى ام مبسطه بكمبر دقاير تنحل وتاخذ تحيه، لانها اكبر قضيه. بس اريد من الحكومه هاي اذا ترضى الحكومه تكتب بدستورها هاي الوصيه: ايها الشعب العراقي، ايها الابن العراقي، من تمر باي رصيف وتلقى ام مبسطه بكمبر دقاير تنحن وتاخذ تحيه، لان هاي اكبر قضيه. قلبي يا وطن ينزف ولجلاك، قلبي يا وطن ينزف ولجلاك، جليته بهمك وهمه، ولجلاك فداء يا وطن انا، ولجلاك راح اكتب وصيتي ببندقيه. السلام عليكم. شكرا للشاعر المبدع محمد الكعبي الذي طالما عودنا على هذه الحماسة في قصائده الشعرية.